فاكر إنك مش مبدع؟ غلط. أنت بس لسه معرفتش إزاي تدرب الإبداع اللي جواك. النهاردة هقولك على العادات والطريقة اللي تخلي الإبداع عندك زرار تشغله وقت ما تحب. أسرع طريقة تبقى مبدع ببساطة بطل تحاول تكون أصلي أو تعمل حاجة محدش عملها. فكرة الأصالة التامة مجرد خرافة. كل فكرة عظيمة في الدنيا معمولة من أفكار تانية اتجمعت بطريقة ذكية. لما تبطل تضغط على نفسك عشان تخترع حاجة جديدة تماما، مخك بيسترخي، وساعتها يبدأ يشوف روابط جديدة بين حاجات كانت موجودة قدامك من زمان. زي ما حصل مع البوست نوتس. لما فشل غراء ضعيف اتقابل مع مشكلة العلامة اللي كانت بتقع من الكتاب. الاتنين لوحدهم فشل، لكن مع بعض غيروا العالم. بعد ما الفيديو يخلص جرب حاجة بسيطة. اختار أي حاجتين عشوائيين في أوضتك واسأل نفسك ممكن يشتغلوا مع بعض إزاي. يمكن تطلع بحاجة مجنونة، بس كده بتدرب مخك يشوف الروابط الغريبة. بس خد بالك، مش هتعرف توصل لروابط جديدة لو مفيش نقط كفاية توصلها ببعض. وهنا يجي دور العادات اليومية اللي بتغذي الإبداع عندك. كل يوم الصبح هات ورقة واكتب 10 أفكار عن أي حاجة، شغلك، هواياتك، حياتك. المهم إنك تكتب حتى لو الأفكار وحشة. الموضوع مش جودة، الكمية هي اللي بتكسب. بعد شهر هتلاقي نفسك كتبت 300 فكرة، وجواهم كام فكرة ذهبية تستحق تكمل فيها. ولو فضلت في منطقة الراحة بتاعتك مخك هيكسل. علشان كده كل أسبوع جرب حاجة جديدة خالص. اقرا في مجال عمرك ما دخلته، أو خش ورشة غريبة. ده وقود للإبداع. وقبل ما تبدأ تخلق، غذي دماغك. اقرا مقال ملوش علاقة باهتمامك، اتفرج على فيلم وثائقي قصير، بص على لوحة فنية عشوائية. كل حاجة جديدة بتدخلها لمخك بتطلع منها إبداع جديد. لكن حتى لو عندك أفكار كتير، ممكن تطلع باهتة لو نسيت العمل السري مضاعف الإبداع، وهو التعاون المبكر. شارك فكرتك في بدايتها مش بعد ما تكملها. هات رأي الناس اللي تثق فيهم، ما تسألهمش عجباكوا، اسألهم ده خلاك تفكر في إيه. هتتفاجئ قد إيه كلامهم يفتح لك طرق جديدة. في بيكسار بيعملوا كده من أول الفيلم، بيعرضوا الفكرة وهي لسه أولية جدا عشان الفريق كله يشارك في تطويرها. الفكرة السيئة اللي اتصلحت مع مجموعة أحسن من فكرة ممتازة اتقفلت جوه دماغ شخص واحد. خلاصة الكلام، بطل تحاول تكون أصلي. اربط الأفكار اللي عندك، غذي دماغك كل يوم بأفكار جديدة، وتعاون بدري، وساعتها هتشوف الإبداع الحقيقي بيشتغل. ولو عايز تستخدم إبداعك في أعلى مستوياته، اتعلم تدخل حالة الفلو، الحالة اللي فيها الوقت بيختفي والأفكار بتتدفق بسهولة كأنك في عالمك الخاص. اشترك في القناة عشان يوصلك كل الجديد، وشارك الفيديو لو حسيت إنه ممكن يفيد غيرك.